السلام عليكم. طبعا من اكتر الحاجات اللي بنحبها جدا السندوتشات الشاورما. هنعمل النهارده عيش الصاج مع احلى شاورمة فراخ، بجد حلوة جدا. جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم قوي. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. تعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنعمل هنا عيش الشاورما. هنحط 4 كوبايات من الدقيق. بعد كده هنحط معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنحط معلقة كبيرة من السكر. بعد كده هنحط معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هنحط معلقة كبيرة من الزيت، وهنعجن بالمية تكون دافية معانا. طبعا في الوصفة دي ما استخدمناش لا لبن ولا بيض، بس هيديكي نتيجة حلوة جدا. هيطلع لك احلى عيش سوري ممكن تجربيه، بجد حلوة قوي. هنعجن كده كويس. طبعا العجينة بتاعتنا عايزينها سايلة جدا، يعني هتحطي مية على حسب ما تحتاج معاكي العجينة. هوريكم قوام العجينة احنا عايزينها بالشكل ازاي. هنزود كمان مية، عايزين العجينة تبقى سايلة معانا. هنعجن كده كويس بالمضرب او بايديكي تضربي فيها تنعميها جدا. هنزود طبعا مية لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. كده خلاص. كل ما تعجني فيها بتديكي نعومة حلوة جدا. تضربي فيها كده كويس كده تمام. شايفين؟ طبعا زودت مية، عايزين العجينة تبقى سايلة معانا قوي. ولما نيجي نشتغل عليها العجينة وحسيتيها تقيلة معاكي في الطاسة، هتزودي شوية مية وتكملي الشغل بتاعك. طبعا هنغطيها وهنسيبها لمدة نص ساعة تخمر معانا. هنعمل هنا عندي الشاورما. طبعا عندك لحمة عندك فراخ. هنا جبت كيلو من صدور الفراخ البانيه وقطعتها شرايح. هنحط معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البصل البودرة، وهنحط معلقة صغيرة من الثوم البودرة، وكمان هنحط معلقة صغيرة من البابريكا، وهنحط معلقة كبيرة من الخل، وهنحط معلقة كبيرة من المستردة. ده اختياري ليكي، ممكن تستغني عنها. بعد كده هنحط ربع كوباية من اللبن. عايزة تستبدلي اللبن بزبادي مفيش مشكلة، هنا بيطري معايا الفراخ ويخليها تبقى طرية معاكي. هنقلب كده الخليط بتاعنا كده كويس التتبيلة. بعد كده هنسيبها على جنب لمدة نص ساعة تاخد طعم حلو. هنجيب طبعا هنا الطاسة بتاعتنا وهنسخنها كده كويس، وهنحط معلقة من الزيت طبعا. وهنجيب العجينة بعد ما خمرت معانا، هتحطيها بالشكل ده وتوزعيها. ولو حسيتي العجينة تقيلة معاكي وما بتتفردش بسهولة، هتزودي كده شوية من المية وتقلبيها كده كويس. بعد كده تشتغلي عليها تبقى معاكي حلوة. تعرفي ازاي ناجحة معاكي العجينة؟ لما تلاقيها عملت فقاقيع كده من الجوانب، شايفين بالشكل ده، تعرفي ان العجينة بتاعتك ناجحة. وطبعا هتسيبيها تحمر كده كويس من تحت. بعد كده تقلبيها، وبعد ما تستوي معاكي هتغطيها على طول عشان تفضل طرية معاكي للاستخدام. كده هنعمل الكمية كلها بتاعتنا بنفس الطريقة دي. هنعمل هنا الشاورما بتاعتنا. هنجيب هنا طاسة تسخن كده كويس مع معلقتين من الزيت، وهننزل بالفراخ بتاعتنا او اللحمة. هتدي لها كده تشويحة، هتشوحيها كده وتحمريها تاخد لون حلو كده تمام. اخدت اول صدمة كده وهنقلبها. طبعا في الوقت ده هكون مجهزة بصل متقطع شرايح جوليان كده تمام. جهزت معانا. هنحط البصل بتاعنا، هتديله كده تقليبة وهتسيبيه يستوي براحته كده ياخد لون حلو جدا. ريحتها حلوة جدا يا جماعة، جربوها طعمها حلو. بعد كده هنحط هنا الفلفل متقطع شرايح. لو عندك فلفل الوان مفيش مشكلة. هتديها كده تقليبة مع الفراخ وهتسيبيها تتشوح كده وتاخد صدمة حلوة جدا. شايفين؟ طبعا كمية البصل كانت كبيرة، لما تقعد تستوي بتدبل معانا، بس بتديكي طعم حلو جدا. وهنحط طماطميتين كده متقطعين شرايح. هتسيبيها كده براحتها تاخد صدمة حلوة جدا وتاخد لون حلو قوي. كده خلاص جهزت معانا الشاورما، تحفة جدا. بعد كده هنحشي سندوتشات الشاورما. هنجيب هنا صوص الزبادي مع مايونيز. هتحطي اول طبقة. بعد كده هنحط بطاطس محمرة. طبعا البطاطس دي حمرناها في الفرن معلقة من الزيت وتحطيها في الفرن تستوي براحتها تاخد لون حلو وتستخدميها. هنحط هنا الشاورما الفراخ،
وهنقفل كده الاول من الجوانب، بعد كده نقفل بالطريقة دي. تقفليها بالطريقة دي علشان الحشوة بتاعتك ما تقعش منها كده. تمام. هنعمل واحدة كمان، هنحط هنا صوص المايونيز بالزبادي، وهنحط بطاطس لو عندك مخلل تحطي. هنحط كمان الشاورما، بصراحة ريحتها وكان طعمها حلو جدا، جربوها. عملنا العيش موفر جدا وحلو قوي بدون لبن ولا بيض، وبيديكي نتيجة حلوة جدا، طري بيطلع معاكي وحلو قوي كده. تمام. طبعا هعمل الكمية كلها بتاعتي. بعد كده هنسخن هنا الجريل بتاعنا يسخن كده كويس، معلقة من الزيت، وهنحط السندوتشات بتاعتنا تاخد كده صدمة ولون حلو كده من تحت كده. هتسيبيها تاخد كده صدمة حلوة، تحمر من تحت، تاخد لون حلو، وبعد كده تقلبيها. شايفين اللون بتاعها اخدت لون حلو جدا. طبعا سندوتشات حلوة جدا، اقتصادية وموفرة، واحلى من اللي بنشتريها من برا. عملناها بكل سهولة، هتفرحي بيها الاولاد، هيحبوها جدا. شايفين بتاخد لون حلو جدا. طبعا هتعملي الكمية بتاعتك كلها بالطريقة دي، اول ما تحمر هتشيليها خلاص وتقدميها طبعا على طول هي وسخنة. هتعملي طبعا الكمية كلها لحد ما تخلصي. شايفين شكلها وريحتها وطعمها حلو جدا، عجبتهم قوي. اتمنى تجربوا الوصفة دي بالطريقة دي وهتعجبكم قوي. نفتح كده واحدة مع بعض وهنشوف شكلها من جوه عامل ازاي. بجد جربوها بالطريقة دي، هتعملي احلى شاورمة فراخ مع احلى سندوتشات، احلى من اللي بنشتريها من برا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. ما تبخلوش عليا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصلك اي فيديوهات هنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.